موسكو وبكين تقودان ثورة الطاقة في الفضاء. القمر اللي كنا بنشوفه مجرد جرم سماوي بقى دلوقتي ساحة تنافس جيوسياسي جديدة. روسيا بتعيد رسم طموحاتها الفضائية، مش بس استكشاف، لكن وجود علمي دائم خارج الأرض. وسط سباق غربي محموم وابتكارات بتملأ المدارات، موسكو بتراهن على سلاحها الأقوى، الطاقة النووية، علشان تكون القلب النابض لمشروعها القمري. الرسالة واضحة، من أول رحلة يوري جاجارين لحد النهاردة، روسيا مستعدة لقفزة نوعية تحط الذرة الروسية في خدمة الإنسان خارج الكوكب. مؤسسة الفضاء الروسية روسكوزموس بتخطط لإنشاء محطة طاقة نووية على سطح القمر بحلول 2036 بالتعاون مع روساتوم ومعهد كورتشاتوف. المشروع ده هيكون الأساس لقاعدة أبحاث روسية صينية مشتركة. الميزة الأهم، مصدر طاقة ثابت مش محتاج ضوء الشمس ويشتغل 24 ساعة لتشغيل العربات الجوالة والمراصد الفلكية وبنية تحتية متطورة. التحرك ده بيجي بعد إخفاق مركبة لونا 25 وفي ظل منافسة شرسة مع أمريكا وشركات خاصة زي سبيس أكس. روسيا دلوقتي بتغير قواعد اللعبة من مهمات مؤقتة إلى وجود دائم، والهدف السيطرة على موارد القمر وحجز مكان استراتيجي في سباق الفضاء الجديد. الطاقة النووية في الرؤية الروسية هي المفتاح الحقيقي لاستعمار الكواكب، من القمر لحد أسرار كوكب الزهرة.